انا زيك بالظبط ما كانش عاجبني وضع المادي، ولما دورت اكتشفت ان الناس اللي بتتكلم الماني بياخدوا اعلى مرتبات سواء جوه مصر او بره مصر، واكيد انت عارف الكلام ده. سواء بقى تشتغل كول سنتر او تشتغل تكنيكال او تشتغل في مجال البرمجه في شركات المانيه او تشتغل ماركتنج برضه في شركات المانيه او تسافر المانيا عشان تعمل اوس بيلدونج او تعمل فيزا بحث عن عمل وتدور على شغل هناك عشان تشتغل كل الحاجات اللي فاتت دي، فانت لازم تكون بتتكلم الماني بطلاقه. عشان كده تعال اقول لك على اضمن طريقه تخليك تتكلم الماني وبطلاقه. انا متاكد ان انت دخلت على كل قنوات اليوتيوب اللي تتعلم منها الماني، متاكد كمان ان انت خدت كورسات في اماكن بتشرح من كتب اكاديميه وما بتتكلمش كلمتين على بعض جوه المحاضره، ولا طريقه من اللي فاتوا دول هيخليك توصل لمرحله الطلاقه في اللغه الالمانيه. صديقي العزيز، الطريقه الصح لتعلم اي لغه هي المحادثات. لازم تعمل محادثات كل يوم في كل محاضره وبشكل مستمر. المحادثات يا صديقي هي اهم خطوه في تعلم اللغه. اللغه زيها زي اي مهاره، لازم تفهم طبيعه اللغه ولازم تنميها صح. حتى لو خلصت كل قنوات اليوتيوب وحتى لو خدت 100 كورس وانت ما بتعملش محادثات جوه الكورس، فانت هتفضل واقف في مكانك ومش هتتعلم اي لغه. صديقي العزيز، اللغه هي وسيله تواصل بين شخصين واكثر عن طريق الفم والاذن. يعني من الاخر لازم تسمع كتير، لازم تتكلم كتير، لازم تعمل محادثات كتير، وده اللي احنا بنعمله في الكورسات بتاعتنا. ماشيين معاك بخطه ثابته من الصفر بدايه من الحروف لغايه ما توصل لمرحله الطلاقه في اللغه. بنركز معاك على المحادثات وانك تتكلم لاطول فتره ممكنه في المحاضره لمده تصل لساعه ونص في كل محاضره. بنشرح لك بالبلدي خالص من غير ما ندخلك في الطرق الاكاديميه اللي مش هتفيدك باي حاجه وهتعقدك في اللغه. وكل اللي بنشرحه ده عملناه في ماتيريال خاصه بينا، هتلاقيها موجوده في اول كومنت. ولو عايز تستفسر عن الكورسات بتاعتنا كلمنا واتس او على رسائل الصفحه وهنرد عليك.